الطفل اللي بيخرج أسرار البيت بره. لو الطفل أقل من 6 سنوات فهو للأسف مش هيبقى فاهم يعني إيه أسرار. مطلوب منك في العمر ده إن أنت ما تتكلميش قدامه في أي أمور عائلية. كمان ما تسمحيش له إن هو ينقلك أخبار حد. يعني لو جه قالك يا ماما تيتا قالت عليكي الحاجة دي، قبل ما يقول وقبل ما يكمل توقفيه وتقولي له الأسلوب ده خطأ. يسألك ويقولك ليه خطأ يا ماما؟ قولي له علشان الحاجة دي ما اتقالتش قدامي، يبقى معنى كده إن اللي قالها مش عايزني أعرف، وبالتالي أنا مش عايزة إن أنا أعرف. على حاجة مهمة أوي، خليكي دايما فاكرة إن الحاجة اللي ربنا ما بيردش إن أنت تعرفيها بلاش أنت تدوري علشان تعرفيها. أما لو الطفل أكبر من 6 سنوات الوقت ده لازم تعرفيه يعني إيه أسرار. يا ريت لما نبقى عارفين إن في شخص معين خبيث تدرج أطفالنا عشان يعرف تفاصيل حياتنا، يا ريت نعرف أطفالنا إزاي يقول لها أنا ما أعرفش، ممكن تسألي ماما أو تسألي بابا. أنا دلوقتي عايزة أعرف هو ليه الطفل بيطلع أسرار البيت بره. أوقات الطفل ده ممكن يكون بيحب الشخص ده قوي، يعني بيجيب له هدية، بيكلمه كتير، بيحب يتكلم معاه، بيحب يقعد معاه، بيهزر يلعب معاه. فالطفل بيبقى عايز يعمل له أي حاجة بحيث إن هو يحس إن ده صاحبي. شفت أنا صاحبتك، شفت أنا هقول لك إيه، هقول لك حاجات عن بيتنا كتير، شفت أنا بحبك قد إيه. بيبقى تفكير الطفل عايز يوصل للشخص ده إن أنا بحبك قد إيه، فبحكي لك كل حاجة عننا. بيحس إن دي الوسيلة الوحيدة اللي بتخلي الشخص ده مبسوط منه قوي. كمان ممكن قوي يكون ابنك بيبقى عايز يتكلم معاكي، مضغوط ونفسه يتكلم وعلى طول انت بتصديه، فبيدور على اي حد يفتح معاه مجال علشان يتكلم معاه. عرفي ابنك ان خصوصياتنا ما ينفعش حد يعرفها، مش اي حاجة ينفع نقولها لأي حد. ازاي ابني يفرق بين الامور العادية وبين الاسرار؟ الطفل بيسألك يعني يا ماما احنا بنخبي كل حاجة على الناس؟ قولي له لا يا حبيبي، احنا بنخبي الحاجات الشخصية بتاعتنا، دي حاجتنا احنا ما ينفعش حد يعرفها. انما الامور العادية اللي احنا نشارك بعض فيها زي عيد ميلاد، زي نجاحك مثلا، نجحت وجبت مجموع كويس فبنشارك الناس فرحتنا بيفرحوا معانا. عرفيه ان في فرق بين الخصوصيات وبين الحاجات العادية اللي احنا ينفع نقولها في وقتها. يعرف يفرق بين الخصوصية وبين الامور العادية. ان انت تزعقيله لان الموضوع هيكبر معاه.